السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو تاني جديد بعد ما ردت امبارح إسرائيل على غزة، ووقع منها قتلى كثيرون، أعتقد برضو قرابة 700 واحد، وجرحى برضو قرابة 2000 إذا كانت الأعداد دي مظبوطة، وده لحد تاريخ تسجيل الفيديو، ما نعرفش فيه حد تاني ولا لأ. وكان ده شيء متوقع. وقلنا في الحلقة اللي فاتت، قلنا إن الأبطال هتظل القصة دي يحكيها الأطفال. الكلام ده ما حصلش من حرب لبنان، ما حصلش من حرب 73، ما حصلش نهائي لإسرائيل. أول مرة وبدون معدات وبدون آليات يحصل الخراب ده لإسرائيل، علشان إسرائيل تقف وتقول إحنا نمبر 1، إحنا رقم واحد في الموساد، إحنا أقوى جهاز مخابرات في العالم، إحنا راصدين كل شيء، عندنا مستشعرات لكل شيء، عندنا طيارات مسيرة. بالرغم من كل اللي عندهم الفلسطينيين ما عندهمش أي حاجة من دي، مع ذلك كانت إيد ربنا معاهم، وكان النصر حالفهم، وانتصروا بإذن الله تعالى. ونعزي الشهداء ونحتسبهم في الجنة عند الله. ولكن ده مش موضوع حلقتنا، هو عن إسرائيل. برضو حد طلب مني في تعليق، لو حضراتكم تشوفوا حلقة امبارح، حد طلب مني في تعليق ان انا اقول مين إسرائيل دي لو كان عندي معلومات عنها، فانا بس جمعت بعض المعلومات البسيطة كده. وليه إسرائيل وجدت في المكان ده، ليه إسرائيل وجدت في المكان ده مع فلسطين، وإيه اللي حشرها هنا. هنرجع بكتب التاريخ والقرآن. إسرائيل اللي ذكروا في القرآن هم إسرائيل والصهاينة الموجودين حاليا، اللي هم طول عمرهم معترضين وطول عمرهم ملعونين حيثما ثقفوا. طيب، خلينا نقول ربنا قال فيهم بني إسرائيل في الأول خالص في عهد سيدنا يوسف: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طب يعني بني إسرائيل ربنا فضلهم على العالمين وعلى البشر كلهم، ولكن اتملعنوا، ظلوا. يعني خليني برضو اخطف الاحداث لانها قصص كبيره جدا وطويله جدا، فانا خليني اوصل لنقط معينه عشان نقول ايه جابها في فلسطين، وهل هم أمة بخيلة ولا سخية ولا إيه نظامهم. خليني أكمل مع حضراتكم على حسب القرآن الكريم ما بيقول. طيب، نرجع لموضوعنا تاني. وبعث فيهم سيدنا موسى. خلينا نحكي الحكايه من الاول. سيدنا يوسف لما جه يشغلهم ما لقيش منهم اي منفعه، فكان المنفعه بتاعتهم ان هو عامل حاجه زي، يعني خلينا نقول بايامنا احنا دي، حاجه زي مقر للي محتاج. لا تؤاخذون، يعني حد يكنس لراس المواشي، او حد يخدم في حاجه معينه او كده، وكانوا موجودين لهذا الامر. وظلوا موجودين الى ان جاء عصر فرعون وهم مستعبدين، فبعث ربنا سيدنا موسى فيهم. وطبعا انتم مش محتاجين عارفين القصه كلها من اول ما انا اذا خفت عليه فالقيه في اليم لحد ما بقى رسول. وبعد كده جاء خد بني اسرائيل زي ربنا ما امره، وراح يشوفوا مكان يستقروا فيه. فجاله فرعون قال له سيب الناس دي وابعد عن هنا. فقال له انت بناسك بملكك بجبروتك بمصر بالدنيا بحالها، وسيب لي بس الجماعه دول. بقى وذكر له الايه اللي بتقول لقد من الله علي إذا عبدتني بني إسرائيل. فأنا سيب من الناس دي تعبد ربنا وأنت مع ناسك. فرد عليه فرعون وقال أولم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. فكان برضو في تصميم من سيدنا موسى أنه هو ياخد القوم دول ويروح يستقروا في مكان ما. فما وافقش فرعون بالكلام ده، فربنا أمره إن هو يسيح في الأرض. مشى بيهم وانتقلوا من ارض الارض لحد ربنا ما قال له انت هتروح بيهم مكان اسمه فلسطين. فقال له يا رب ده في بحر كبير. طب ده اعديه ازاي؟ بحر كبير واسع جدا. فقال يا موسى عليك الفعل وعلينا الاجابه. فسيدنا موسى طبعا جمع كل الناس عند البحر، فربنا امره ونزل له الوحي ان اضرب بعصاك البحر. طبعا كلنا يعني معظمنا عارف القصه دي. فكان كل فرق كالطود العظيم عمل عمل حاجز، حاجه بالميه من هنا وحاجه بالميه من هنا، وعمل طريق بس بضربه عصايه، وعدوا منه الطريق ده والميه محجوزه هنا والميه محجوزه هنا. وده كان اعجاز وكان ايه تخلي اي حد يؤمن ان ده رسول وان في اله. ده الكلام بالنسبه لبني اسرائيل. ولكن بني اسرائيل مع كان فرعون طبعا بيجري وراه وعايز يلحقه. مع خروج اخر واحد من الشط التاني رجعت الميه مكانها تاني، وغرق فرعون، وكان بيستنجد بسيدنا موسى. كلنا عارفين القصه. والمهم يعني خلينا نقول كان في ميعاد
بين موسى وبين ربنا، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. فراح سيدنا موسى وساب القوم في المكان ده اللي هو فلسطين، ورجع لقاهم. يعني شوف هو بيعمل عشانهم ايه. دول بني اسرائيل، دول الاسرائيليين الموجودين حاليا دول، عشان تعرفوا اسرائيل طبعها ايه. ورجع لقاهم بيعبدوا العجل. واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. رجع سيدنا موسى قال لهم: الله، لقد ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فتاب عليكم. يعني انا ارجع واعمل كل ده واقول لك في اله وفي نبي وفي دين، في كتاب، في توراه، وانت ترجع تعبد العجل؟ هؤلاء هم اسرائيل. طيب وقفت الطلبات لحد كده؟ لا، ما وقفتش الطلبات لحد كده. قالوا له: انت عايزنا نعبدك يعني يا موسى ونسيب العجل؟ قال لهم: ما تعبدونيش، في اله تاني وانا مجرد رسول نازل انبهكم وارشدكم للطريق الصواب. قالوا: ارنا الله جهر. يعني طالما انت بتقول في اله. قال لهم: ازاي يا جماعه، ده ما بيتشافش. قالوا له: هو ده طالما انت عايزنا نعبده، ارنا الله جهر. فراح سيدنا موسى لربنا سبحانه وتعالى وبلغه بطلبات بني اسرائيل. قال له: هاتهم للجبل الموجود ده، واذا استقر مكانه فسوف تراني. فراح سيدنا موسى خدهم للجبل، قال لهم ايه، ربنا هيتجلى للجبل واذا فضل مكانه هتشوفوه. فراحوا كلهم، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هد الجبل عليهم، موتهم كلهم بني اسرائيل. ومن المفروض خلاص من اول دلوقتي دول بني اسرائيل، ومن دلوقتي اصلا ما عادش في اسرائيل، وخلص الموضوع على كده. بعد ده ما حصل، يعني من حق الامه دي انها تمحق تماما من على الارض. ولكن كان شوف رحمه ربنا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم تاني، كان الدود فيهم وبياكلهم، ربنا صحاهم وقومهم تاني ولعلها تكون آية. يعني هو بيقول لسيدنا موسى لعلها تكون آية، لما يشوفوا الكلام ده يعرفوا إن فعلا في إله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقالوا إحنا جعانين. يعني كان الغريب إن هم دول بيتشرطوا وبيأمروا وكأنهم مش عايزين الدين ده ومش عايزين يؤمنوا، أو كتر الخبث فيهم مسيطر على عقولهم. المهم قالوا له: إحنا جعانين وعايزين ناكل وعطشانين وعايزين نشرب. فقال لهم: تمام، هناكل ونشرب. ومشوا. يعني ربنا عمل لهم تكييف رباني. بس كل دي آيات. ماشيين والسحاب ماشي فوقيهم مضلل عليهم من الشمس ومن الاحتراق حتى يصلوا إلى بلدهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظللنا عليكم الغمام، جاب الغمام كده وبقى ماشي فوقيهم اللي هو السحاب او المزن اللي هو التقيل ده، وبقى ماشي فوقيهم حاجه. وانزلنا عليكم المن والسلوى. في تفسير العلماء ان هم قالوا ده كان نوع من العسل ونوع من الطيور المشويه من طيور الجنه. شوفوا انتوا بقى، يعني تخيلوا عظمه ربنا، من طيور الجنه. فيستكفوا لما يستكفوش، قالوا: احنا كده اكلنا، احنا عطشانين. قلنا اضرب بعصاك الحجره فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. فضرب سيدنا موسى بعصاه، اتفتح 12 عين، مياه ربانيه، لا مياه اقوى بكثير من المياه المكرره والمفلتره والمياه المعدنيه اللي بتقولوا عليها مياه من عند ربنا سبحانه وتعالى. وشربوا وتمام. قالوا: طب احنا عايزين سكن والاكل ده ايه؟ قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى. طيب لما ده حصل قالوا له: عايزين مكان نستقر فيه نقعد فيه ويكون مأوى وسكن لينا، وفي الحالة دي هنؤمن بيك انت ورب. قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتم. فدخلهم قرية وسكنهم وادهم الزرع اللي هم كانوا عايزينه، البصل والعدس والثوم وفومها وعدسها وبصلها. بعد كده طبعا لم يؤمنوا بالله برضه. ولما خلاص طهق منهم، خليني ألخص الحكاية، طهق منهم خالص سيدنا موسى، قال: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هؤلاء هم بني إسرائيل أو بنو إسرائيل الموجودين حاليا، الصهاينة، اللي بمعنى أصح ما يعجبهمش العجب ولا من آيات من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين حرفوا الكلم عن موضعه. ولو ذكرنا المسيحيين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
ولتجدن أقربهم مودة ورحمة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حتى مع المسيحيين أشد الأعداء برضو كانوا اليهود، أو كان المقصود بهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هؤلاء هم إسرائيل، عليهم من الله ما يستحقون. كانت في عجالة على بناء عن طلب، وأنا بكتب طبعا في أول تعليق في معظم الحاجات اللي ليه تعليق او اللي شايف في حلقه كويسه ممكن نعملها، فاحنا ممكن نعملها. فعملنا الحلقه دي بناء على الاحداث اللي حصلت الايام اللي فاتت بين غزه واسرائيل. نتمنى للشهداء الجنه، ونتمنى للاسرائيليين ان هم يتهدوا بقى شويه ويعرفوا ان كل واحد ليه ارضه، وانها مش ان مستوطناتهم دي لا تبنى على ارض غيرهم. النصر قريب ان شاء الله، وندعو للفلسطينيين بالصبر والسلوان على شهدائهم. ودي كانت حلقة على السريع. كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا